الله عليه وسلم يقول: الدعاء مخ العبادة، يعني رأس هرم العبادة. والله تعالى يقول: دعوني أستجب لكم. لم يقل سأستجب، لم يقل فأستجب، قال دعوني أستجب فورا. طيب ليش تتأخر إجابة رب العالمين بكتير أحوال؟ لأنه أولا لازم نعرف كيف ندعي رب العالمين. إنك تدعي رب العالمين بأي صيغة وأي طريقة ما شيء محرم ولا شيء غلط، ولكن تخيل حالك داخل على الملك، بتصير تنقي كلامك وتصير تختار الكلمات المناسبة ليرضى الملك عنك، ولله المثل الأعلى. لذلك ضروري جدا تعرف كيف تدعي رب العالمين. وأول ما تبدأ به الدعاء أن تدعو الله وأنت متوضئ، ثم تبدأ بدعائك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحمد الله وتثني عليه، يعني تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، تتذلل بين يدي الله، تجعل قلبك حاضرا معه، ثم تعرض طلباتك على الله تعالى، ولكن لا تحدد على الله. ما تطلب من رب العالمين وكأنك عم تتأمر عليه: يا رب بدي هالشيء المحدد المخصص، وكأنك تخرج من دائرة الدعاء إلى دائرة الطلبات. بدي 1 2 3 4 5، وإذا ما صار معناته رب العالمين ما استجب لي. لا، ولكن تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يدعو. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدد على الله تعالى، فكان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وحزني وذهاب غمي. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك